لن يهدأ بال المسؤولين السعوديين إلا بالاستفادة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى ولو بطريقة بعيدة عن الهلال، الذي رغب في ضمه خلال الصيف الماضي، لكن أصر ليو على الرفض. النجم الأرجنتيني رست سفينته في الصيف الماضي في إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم محاولات برشلونة والهلال لضمه، لكن الأزمة المالية حالت دون إتمام رغبة الأول، ورفض اللاعب منع الثاني. واليوم، كشف عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد لرعاية المواهب السعودية، عن مفاجأة عن دخوله في مفاوضات مع ميسي في الصيف، ولا تزال مستمرة حاليا، في ظل علاقته القديمة بوالده، لكن المفاوضات لا تخص الهلال أو أي ناد في دوري روشن السعودي. فأنت هل تظن أن ميسي سيغير وجهته من الدوري الأمريكي، خصوصا بعدما انتقل كثيرا من زملائه إلى فريقه إنتر ميامي؟ أخبرنا في التعليقات.